بعد كده هو بينيموني على الكرسي نوم. انا مع حتى القعاد ما اعرفش اقعد خالص، اني ما عنديش القدره ان انا اقعد زي البني ادمين. ده غير النطق يعني نفسه يا سيدنا الحليم ما كانش كان فيه كلام انا خالص. قعدت 4 سنين كنت بتهته، كان الكلام يطلع متقطع، كلمه تتفهم كلمه كلمه لا. الدكتور يقول لي حاول تهدى خالص عشان الكلام تحاول تقدر تطلعه، يعني هو بتهدى بس يطلع معاك يتفهم، لكن لو حاولت تسرع الكلام المخ مش هيقدر يستوعبه فمش هيطلعه. بعد كده اتقطع نهائي خالص. دي كانت وقعت على ظهري، دخلت في غيبوبه حوالي 5 ساعات، طبعا والاسعاف جت وخدوني والدنيا كانت مقلوبه. دي كانت النطق فيها قطع نهائيا خالص. بعد النطق ما اتقطع، انا النطق اتقطع معايا 13 شهر. بعد النطق ما اتقطع ابتديت افقد الوعي، التركيز، يعني ان انا حتى الكلمه اللي انا عاوز اكتبها دي بكتبها ممكن غلط، ممكن اكتبها كلمه تاني، ممكن اسيب منها حرفين، ممكن اسيب النقط خالص ما اكتبش نقط للكلمه، يعني حتى الكلمه ممكن كمان انساها، يعني مجرد اجي بسرعه اكتبها اروح ناسيها. ابني كان يقول لي يا بابا طب ما انت لسه هتكتبها، اعمل له كده اقول له اتمسحت من دماغي خلاص، اتمسحت مش عارف طبعا، واقعد اشد نفسي. يقول له لا كده مش هتيجي خالص، اهدى خالص عشان تحاول تيجي معاك الكلمه. كانت ممكن ترجع وممكن ما ترجعش خالص وخلاص تنتهي، ما اقدرش اجمعها تاني. فاشكر المسيح. وفي الاخر كان بيجي الكنيسه في نهضات العذراء والاعياد، هنا كان ماسك اجتماع الحرفيين، كانوا بيحبوه جدا جدا. بنعمه المسيح وبصلوات نكفي وتسكن سيدنا. عايز اقول حاجه، انا كنت بناول الاستاذ عادل لمده 7 سنين في البيت، اللي تستحق كمان الشكر وتستحق يتعمل لها تمثال. انا بقدم شكر للمدام بتاعتي. لما كنت اروح اناوله كان في حاجتين حلوين قوي كنت بشوفهم في البيت، كنت ببقى متاثر جدا ان انا اصبح على الاستاذ عادل ومش قادر يرد، كنت اناوله كنت الاقي الشكر والفرحه اللي موجوده في البيت. في حاجه اعجب، وكان عنده حاجه دايما يقول ان انا همشي. دي انا كنت واثق، كنت اقول لهم على طول انا همشي، ولدرجه قلت لهم انا عندي ثقه ورجاء حتى قبل ما ياخد نفسي بدقيقه هقف امشي وبعد كده ياخد نفسي، لكن ثقه عمياء همشي، بس ازاي انا ما اعرفش، امتى برضه ما اعرفش. ده كان الرجاء اللي كان جوايا، رجاء لدرجه ما اقدرش اوصفها، كان مالي قلبي، مالي شعوري، مالي كياني، مالي حياتي، مالي نفسي. حاجه بقى صغيره خالص واسف عشان قدس ابونا قال للمدام، انا عندي المدام الايام الاخيره ما كانتش بتنام خالص نهائي، ان انا لما كنت بحاول انام ساعه ولا ساعتين. طب لحظه، عايز اقول حاجه بقى، عايز استغل الفرصه دي لكل اسره عندها مشكله زوجيه في البيت، اللي مش قادره تحتمل او مش قادر يحتمل، تعالوا خدوا نموذج من اسره جميله في وقت الشده شالته. فعشان كده الله يستحق ان يعمل معاهم المعجزه دي، اعلان لان انا موجود في كل اسره فيها تجربه. لكل اسره فيها تجربه، تعالوا ارموا حمولكم على ما المسيح. اتذمرتش يا ابويا ال7 سنين، بل في اخر ايام انا كنت بناول وبشوف لما كنت تعبان جدا وكنت انام ما كانتش تنام، كانت تبقى خايفه لحسن اموت، وكانت تبقى قاعده حاطه ايديها على صدري، فافتح عيني الاقيها قاعده جنبي، فتقول لي لا نام نام نام، اقول لها يا بابا اهدي يا بابا انا مش هموت ما تخافيش مش هموت، طبعا اعمل لها كده يعني ما تخافيش انا مش همشي، قاعد اعمل لها كده بايدي انا قاعد يعني، فتبتسم وتضحك وتقول لي طب انا قاعده. ما كانتش تدخل اوضتها تنام فيها ابدا على السرير، كانت تنام جنبي على الكنبه، كنبه انتريه. انا عندي اوضه الكنيسه كلها بتقول لها شكرا النهارده، شكرا على احتمالك، وانتوا نموذج لاسره مسيحيه بمعنى الكلمه. اشكر المسيح، وهي دي حقيقي الكنز اللي ربنا عطاهوني. وعلى فكره احنا لينا 43 سنه متزوجين، ما حصلش في يوم من 43 سنه يوم مشكله. بس ما تهيكش عدو الخير عليك بدل لا ما هو عشان اقول جمله صغيره، النعمه من ربنا. انا عندي بنتي متجوزه وعيالها يعني في ثانوي، بنتي ما جاتش ليله بيتت عندي، ففي مره جوزها سافر، فبقول لها يا بابا مجدي سافر فبيتت، فقالت لي جمله، قالت لي هو انت لما كنت بتسافر ماما بتقفل البيت وتروح تبيت عند حد ولا بتبيت في البيت؟ قلت لها روحي بيتي بيتك. ما بيتتش ليله بنتي من بره، ما نعرفش منهم حاجه، ولا ابني ولا بنتي، اخدوا مننا
نمثله نفس بل بزياده. اللي انتوا عايشينه زي ما انتوا عشتوا يعني هم بالظبط يا ابويا، اللي احنا عشناه هم عاشوه بل ازيد. النقطة الأساسية اللي أنا عايز أكلمك فيها يا أستاذ عادل الشكر. انا كنت بشكر ربنا ليل ونهار في قوه الالم، وكنت بشوف فيه فرح. الالم صدقوني شفت فيه فرح، وشفت المسيح بجد، شفته صدقوني، شفته بعينيا بقلبي، شفته واحنا جوايا. شفناه بالمعجزه دي ان انا شايفه وانا نايم على ظهري في قوه الالم، كان بيجيني سلام وفرح. ما كنت يعني أنت توصينا إن إحنا نشكر وسط الألم. طول ما انا بشكر ربنا، وطول ما انت شاكر ربنا وعندك رجاء في ربنا، ثق ان هيعمل اللي انت عاوزه، هيديك اللي انت عاوزه. بس امتى ما تسالوش، انه ما ينفعش تسال ربنا، وما ينفعش تقول له امتى، ما ينفعش خالص. أنا عايز أقول لكم يا أصدقائي، أستاذ عادل كان بيشكر ربنا قدام عينينا إحنا لما نروح نسأله أخبارك إيه؟ كان نقول أشكر ربنا، نشكر ربنا، نشكر ربنا. ده في الأول. بعد شوية بيعمل زي نشكر ربنا. ده بعد فترة خالص لما بدأ يفقد النطق. عامل ايه يا استاذ عادل؟ بنروح نناوله انا وابونا يوسف وابونا ويصل وابونا انجيلوس، نروح له البيت نناوله. كان ده رد فعله لما اساله اخبارك ايه، عامل ايه يا استاذ عادل؟ صدقوني يا اصدقائي، اللي يقدر يشكر ربنا وسط الالم وسط الضيق وسط التجارب يشوف ربنا بالعيان. يعني احنا بنشوف ربنا بالايمان، انما اللي يشكره وسط الالم وسط الضيقه وسط المرض وسط التجربه المريره يشوف ربنا بعينيه ويشعر ان هو حضنه فعلا. وده عن تجربه اللي بيقولها الاستاذ عادل. وانتوا جربوا، يعني جرب وانت في وسط الضيقه كده تقول له اشكرك يا رب. جرب. استاذ عادل كان بيوصي برضه يقول يا جماعه اشكروا ربنا بحاجه بسيطه قوي انت مش واخد بالك منها، انك تقدر تدخل تعمل حمام بطريقه طبيعيه وتخرج. صدقوني يا جماعه في اعمق من كده، انك تشكر ربنا على انك تدخل الحمام. مش مقدرينها ناس كتير قوي اصحاء ما يعرفوش يعني ايه انك تشكر ربنا على تقدر تعمل الحمام بطريقه طبيعيه، تقدر تتنفس بطريقه طبيعيه، تقدر تبلع، تاكل وتبلع كده بطريقه طبيعيه. اشكره. حاجات كتيره قوي، نعم كتيره قوي عندك اشكره عليها. بدايه الرضا، بدايه الفرح الحقيقي، بدايه الحياه الابديه انك تشكر ربنا وانت هنا على الارض في كل احوالك. شكرا ليك يا رب يسوع المسيح، شكرا يا عذراء من النور انك بتسمعي صلاه ولادك وتنقليها الرب المجد يسوع المسيح، وهو بيستجيب ويرسلك معونه لشعبه، معونه للمتألمين، معونه للمتضايقين، معونه للمجروحين، معونه للمحتاجين تعزيه. شكرا يا رب يسوع المسيح، لك المجد، لك الشكر، لك التسبيح يا رب يسوع المسيح.